السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد من قناة محمية طيور مصرية، وفيديو جديد كالعادة. أتمنى لو أول مرة تشوفنا على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد. أتمنى توحد الله وتصلي على النبي في تعليق، ولكن عشان ما نطولش في مقدمة الفيديو أتمنى تسمع الفيديو للنهاية عشان تستفيد بجميع المعلومات، أو ما تعرفش جزء من الفيديو وتسيب بقية الفيديو. طبعا اللي كان متوقع النهارده ده يحصل بسوء الحد. ده المتوقع ان كان يكون اللم على جميع انواع العصافير دي، او يكون اللم على جميع انواع طيور الزينه بشكل عام، لان في الحد طبعا بيكون العدد قليل مش زي سوق الجمعه. والنهارده يعني مثلا كان في الحد ممكن يكون تاجر او اتنين او تلاته، النهارده خمسه او سته ويمكن اكتر كمان. كل التجار دي كانت بتلم عصافير، معنى كده ان التصدير مازال شغال. دلوقتي في لما النهارده كان على الرمبوهات وعلى الاسترالي العين الحمراء وعلى الكوكتيل بجميع طفراته دلوقتي بس، ولكن الاسعار ما كانتش هي اللي ترضي مربي. زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، اللي ما سمعوش يخش يسمعوا بتاع السبت. زي ما قلنا ان المفروض الاسعار تكون ماشيه ازاي، او الكوكتيل ده عشان تحسب له مثلا. وليه كانت الاسعار مثلا من سنه، كانت الاسعار مثلا الكوكتيل الالبينو كان عامل مثلا 2000 جنيه، ليه دلوقتي بقى ب 1200 جنيه في اللم؟ ومع ارتفاع اسعار الحبوب المفروض ان يبقى كمان ارتفاع اسعار الطيور. دلوقتي احنا كمربين مبني يعني ما بنتمسكش بالطيور وبنمشي ورا التجار. بيبدا السوق ينزل واحده واحده تدريجيا، هو المستفاد بنفس التصدير. دلوقتي هو برضه هيصدر الطيور دي بنفس المبالغ اللي هو كان بيصدرها السنه اللي فاتت. تمام، احنا ما بنبصش للتجار في رزقها، ولكن احنا كمربين لازم ناخد بالنا من الحته ديت، لازم نصحى شويه. ازاي؟ دلوقتي انا كتاجر بلم مثلا كوكتيل البينو، مطلوب مني طلبيه مثلا 100 جوز او 200 جوز كوكتيل البينو او كوكتيل لاتيني، بفضل الم مثلا فيهم اسبوعين، بلم فيهم شهر، حسب ما انا بلم فيهم، يعني بياخدوا وقت معايا قد ايه. ببدا كل جمعه انزل السعر انا والتجار مثلا بنلم. لا ده السوق ده مريح شويه، انا مش محتاج الالبينو قوي، تمام، هو محتاج الطيور او محتاج الكوكتيل. فيفضل سايب المربي واقف لحد الساعه 10 11 12، لحد الساعه 1 كمان، ما ياخدش منه الطير بتاعه. يبدا هنا مثلا كان الصبح بيلم مثلا، لو كمثال يعني بيلم كوكتيل البينو على 1200 جنيه. ممكن يجي مثلا على الساعه 1 الظهر يفضل مثلا المربي واقف في جزء الكوكتيل، يقول له ب 1000 جنيه ب 1100، ماشي. من هنا بقى بتبدا الطيور اسعارها تنزل. هل في التصدير برضه الاسعار بتنزل؟ لا، الاسعار هي بره مصر، او في دوله العراق او اي دوله بتصدر لها، سواء السعوديه او ليبيا او اي دوله بتصدر لها طيور. الاسعار هي بنفس المستويات اللي بره. ممكن يكون في انخفاض طفيف او انخفاض بسيط، ولكن يعني مش انهيار كده اسعار الطيور كلها بشكل عام. يعني المربين بينزلوا مثلا السوق، بيبدا التاجر يبدا يفصل معاهم في الاسعار. لا، انت معروف ان سعر الكوكتيل مثلا اللاتيني 500 جنيه 600 جنيه، انت ليه تقول له 450؟ بيبدا التاجر يفصل معاك. انت خد بالك من الحته دي. الكوكتيل البينو مثلا كان من فتره وصل لحد 2000 و2200 و2000 ونص، اصبح النهارده في اللم مش جايب نص الثمن. يعني مثلا بيتلم ب 2000 ونص والنهارده بيتلم ب 1200 جنيه، يعني فرق سنه. يبدا هو ينزل من سعر الطيور، وده التاجر اللي بقى مستفاد منه في التصدير. حتى لو سعر التصدير او سعر التكلفه بتاعه التصدير زادت على التاجر اللي بيصدر، برضه مش هيكون نفس يعني نفس المبلغ المبالغ دي فيه ده. ممكن الجزء مثلا لو هيزيد مثلا نص دولار او هيزيد دولار ب 30 جنيه، اما ينزل سعر الكوكتيل لحد 1000 جنيه و1200 جنيه في سوق الجمعه في اللم، فده حرام. احنا كمربين لازم نتمسك بالاسعار. هنحاول نرجع الاسعار زي الاول، يعني حتى لو الحبوب مش هتنزل نحاول ان احنا نرجع الاسعار زي الاول. يعني النهارده كان اللم على الروز وعلى الكوكتيل بجميع طفراته وعلى الاسترالي الفواتح والعين الحمراء. النهارده كانوا بيلم الاسترالي عين حمراء والرمبهات زي ما قلنا في الفيديو اللي فات، عشان ما نقولش الفيديو اللي فات في الفيديو ده. اللي ما سمعش الفيديو اللي فات يخش يسمعه. ولكن النهارده كان عدد التجار اللي كانت بتلم كتير، والنهارده كمان عدد المربين اللي في السوق كانت قليله. وبرغم ذلك ان التاجر ما بقاش يبص لحاجه اسمها زغاليل نهائي، يعني بيبص للحاجات الشبابيات او الحاجات الكبيره اللي هي تستحمل معاه التصدير. تيجي تديله زغاليل مش عاوز، عشان انت تكبر الزغاليل ده عندك مثلا ككوكتيل مثلا او كروز. لما تبدا تكبره تخليه كبير شغال عشان التاجر ياخده، هتلاقيه طالع بنفس التكلفه اللي انت بتاكله بيها، يبقى انت كده ما عملتش حاجه. يبقى احنا لازم نرفع اسعار الطيور بتاعتنا كمربيين، حتى يكون في عائد مادي يجيب الاكل. اما كده احنا بتحسبها، لو الكوكتيل اللاتيني مثلا عامل 500 جنيه في السوق، هو ما بياخدش الزغاليل، بياخد الكبير الشغال بس. عشان تخلي الزغاليل ديت كبيره شغاله عمر 10 شهور، اتاكلها بكام؟ في العمر 10 شهور دول اتاكلها بال 500 جنيه. لو الجوز بس هياكل كيلو واحد في الاسعار الحبوب اللي احنا ماشيين فيها دي، هيوصل ثمنه لحد 500 جنيه. يبقى انت كده بتاكل وبتنظف وحاطط الطيور عندك، ويعني وارد
وده طبعا ده بيحصل عند اي حد، ان ممكن يكون عندك جوز او فرد يموت، او فرد يحصل له احتباس، او يحصل لاي فرد ياخد برد ويموت، فانت كده بتخسر ما بتكسبش. فاحنا نحاول بقدر الامكان نتمسك ان كده كده اصلا التصدير شغال والطيور مطلوبه، يعني هم التجار ما فيش تاجر بينزل بشياله ويروح بيها البيت فاضيه. يبقى احنا كمربين لازم نتمسك بالاسعار شويه عشان خاطر الاسعار ترفع. انا كمربي دلوقتي ما بقتش ادي التجار، ببيع تداول، ببيع الحاجه دي مثلا لو ب 400 هديها للتاجر ب 400، لا انا اديها للمربي او الهو اللي زيي اديها له ب 400 جنيه احسن ما التاجر ياخدها. بكده هنا هتبدا الدنيا تتحرك شويه وترفع شويه. ولكن عشان برضو ما نخرجش بره نص الفيديو، احنا حابين نعرف الناس ان السوق النهارده كان في لم على جميع انواع الطيور وعلى الكوكتيل. حتى التجار برضو ما زالت يعني مطلوب كل حاجه، وفي نفس الوقت برضو بتفاصل في الاسعار. يعني الكوكتيل النهارده الاتين ما وصلش ل 500 جنيه. زي ما واحد كان داخل يقول لي انا النهارده مسلم على 500 جنيه، قلت له بتفرق من تاجر لتاجر. واحد تاني بيقول لي انت بتعمل كده عشان خاطر تنزل الاسعار. لا، انت انزل السوق، اللي انت بتنزل السوق وتهتم بلم العصافير وتهتم بالاسعار، انزل السوق هتشوف التجار بتلم العصافير في السوق بكام. بقى انت كمربين لازم ان احنا الطيور دلوقتي بقت تقع، يعني الطفرات دلوقتي العاليه هتبدا تقع زي المستويات اللي هي الايه الرخيصه دلوقتي. يعني الرمبات كانت من فتره، يعني من سنه، كان جزء الرمبات المستوى الكويس كان بيعمل 700 800 جنيه، اصبح النهارده ب 300 جنيه في السوق. طب احنا ليه بقى مربيين بنعمل في نفسنا كده؟ كل ده يرجع للمربي ويرجع للهاوي اللي بينزل السوق ويسلم طيوره باي سعر. يعني حتى لو الاسعار تفضل زي ما هي، كان الجزء الريمبو مثلا ب 500 يفضل زي ما هو، ما بقاش ب 300 جنيه. بقاش التاجر بيلموا 250 و 300 في السوق، يقولوا يا عم ما فيش لم، ما فيش تصدير، ده حركه اللم واقفه. طب انت بتاخده ليه؟ يا انت عاوزه ايه بتاخده ليه؟ فاحنا كمربين لازم ناخد بالنا من الحته دي. تمام. ويا ريت بس عشان ما اكونش اطلت عليكم في الفيديو، او نرجع نعيد اللي احنا قلناه. ده تقرير مختصر باللي حصل في سوق لحد النهارده. يعني نتمسك بالطيور بتاعتنا. انت عندك طيور، قلل النسبه بتاعتها عشان تقدر تتحكم في البيع بتاعها. لما يبقى عندك 10 تجواز بينتجوا، لا خلي ال 10 تجواز دول خليهم 5. مش هتاكل نفس التكلفه، ما انت هتخسر في ال 10 تجواز دول، بدل ما هتخسر فيهم 100 جنيه في الشهر اكل وحبوب، لا هتبقى 5 هيتوفر 50 جنيه هيتاكل بيها الطيور تاني. تمام. يبقى احنا كمربين لازم نخلي بالنا من النقطه دي، ان التاجر بيصدر ونسبه التصدير زي ما هي ما بتقلش. يعني الطيور بره في مصر ما بتقلش، لو الطيور كانت بتقل كان نزل الاسعار عن كده كمان. يعني لو هو نسبه التصدير ما كانش بيكسب فيها كان هيقلل كمان عن الاسعار دي. وكده عشان برضه ما نطولش في مقدمه الفيديو او نطول في مده الفيديو اكتر من كده، نكتفي بهذا القدر، وان شاء الله هنبدا نعمل لكم فيديوهات تانية بشكل عام عن ايه افضل الطيور اللي احنا ننتج منها يكون فيها ربح مادي بالنسبه للمربين.